Years of industry experience and are intended for consistent and easily reproducible results. For decades, we have worked today as a top-ranked medical school because Baylor not only leads, but creates the standards of medical practice everywhere. Because we have something no one else does. Our knowledge and experience to push the boundaries of modern medicine. The global force we've trained continues to learn from each patient and leverage that knowledge to effect change for the better. Brand, we are health sciences talent. Alors, Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Messieurs les représentants des autorités locales, chers confrères, chers amis et chers sauténiens, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. C'est un grand jour pour nous. Nous avons deux événements à célébrer avec vous. Le premier étant l'inauguration de Access Pharma, donc la petite sœur. Messieurs les ministres, Monsieur le directeur administratif financier de ce système, Monsieur le président directeur général Baylor College of Medicine, Madame la directrice de Sotema, Monsieur le directeur de régional, honorable assistance, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un réel plaisir que nous nous réunissons aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de la signature du mémorandum d'entente entre le ministère de la Santé et de la Protection sociale, Sotema, l'Assosystème, technologie et qui les intègre dans le développement spécifique de produits que peu de gens produisent, pas seulement en Afrique, mais que peu de gens utilisent dans le monde. C'est ce Maroc nouveau dans lequel nous rentrons, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, où nous réalisons des choses que bien des pays n'arrivent pas encore à réaliser, y compris des pays dits industrialisés. So critically important because when you think of medicine today, في توجيهات السامية التي تجري محمد السلسل حفظه الله الداعية إلى تطوير السياسة الصناعية ومن خلال تطوير البحث والابتكار. وهذا المذكر التفاهم غتمكن من تطوير أول منظومة مغربية وإفريقية موجهة إلى المستحضرات الصناعية وإلى التجارب السلبية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وعلى الذكاء الاصطناعي. هي غادي تمكن من تسريع الابتكار وتسريع تطوير أدوية خاصة الموجهة لأمراض الصدر. هذه قضية في مجال البحث الطبي والاستخدامي وهي عندها السلاح لتطوير الابتكار في هذا المجال. كنشكركم على المواكبه ديالكم الاعلاميه ديال الاتفاقيه الوقع ديال الاتفاقيه ديال هذا اليوم اللي هي بحقيقه بادره طيبه والاول من نوعها اللي مع شركه ديال سوتيما هي مصنع مغربي وكنشكروه على المواكبه ديالو والانخراط ديالو كذلك مع شركاء اجانب من الولايات المتحده ومن الدول الاوروبيه اللي جينا بواحد الصوره شامله واللي غادي تقدر تواكب التطور التكنولوجي والعصري اللي كيعرفوا الميدان ديال صناعه ديال الادويه وكذلك التطور الطبي واللي كتعرفوا بان اليوم الطب غادي في تطور جديد مع التطور التكنولوجي كنمشيو من الطب العادي اللي هو اليوم كنحسبوه طب عصري الى طب مشخصن
يعني كل لا ميت كنعيطوا لا ميديسين بيرسوناليزي، كل مريض كيمكننا نعالجوه بالدواء ديالو الخاص، واخا يكونوا عندهم نفس المرض، ولكن يقدر يختلف الدواء. فبالتالي هذا التطور اللي غادي نوصلوا ليه خصو واحد المواكبه. صاحب جلاله الله ينصرو تكلم مفاتئه على السياده الصحيه، وحنا عرفنا من بعد الدروس اللي استخلصنا من جائحه كوفيد ان السياده الصحيه ولات شي حاجه مهمه بالنسبه لجميع البلدان، ولا ما يمكنش تكون السياده الصحيه بلا ما تكون السياده الدوائيه. اذا لازم نكبوا على الدواء، فهذا من المشاريع اللي يمكن له يحقق لنا واحد السياده الدوائيه، ولا سيما بعض الامراض اللي كتكون يعني باهظه التكلفه. حنا كنهضروا على المرض ديال الامراض ديال السرطان، او الامراض اللي هي يعني كنسميوها يتيمه او اورفلين. فبالتالي الدواء ديالها كيكون ما كنصنعوش بواحد الوفره لان السوق كيكون قليل. فهذا المشروع هذا كيمكن له عنده واحد التصور متكامل ومتشامل، لان كينطلق اولا من الابتكار ديال الدواء، ثانيا كيدوز من التصور ديال الدواء والتركيبه ديال الموليكول ديالو كيفاش غتكون الى الاستعمال ديالو في عند المريض. وهذه المساله هذه كتستعمل واحد الذكاء الاصطناعي اللي كتخلينا كنقلصوا من المده ديال الابتكار ديال الدواء الى حتى التسويق ديالو، لان عاده كتستغرق حتى 16 سنه. اليوم بهذا التصور هذا كيمكننا نقلصوها من عام حتى لعامين. اذا كيمكننا تكون واحد المواكبه ديال الحاجيات ديال المواطن المغربي، وحتى التكلفه كذلك كتقدر تقلص. وهذا هو النموذج اللي في العالم كيتطور اليوم، لان غادي نخرجوا من هذا من التصور ديال التسوق ديال صناعه الدواء والتخزين ديالها الى صناعه الدواء وكيكون واستهداف ديال الامراض والمرضى. شكرا لكم. Merci.